زمن تتبدل فيه الجنيهات وتنقلب الأحوال، يصبح العهد عهد النوفوريش، أي حديثي النعمة، نعمة السياسة والمناصب. جمال عبد الناصر ثاني رؤساء مصر تولى السلطة من عام 54 إلى حين وفاته عام 70، وبعد وفاته قامت الأجهزة الرسمية بحصر أمواله وممتلكاته، كما قامت بالبحث عن أموال باسمه في الخارج فلم تجد شيئا، وسجلت الحقائق التالية: مرتب عبد الناصر الشهري 500 جنيه، إضافة إلى بدل التمثيل البالغ 125 جنيها، يساوي الإجمالي 625 جنيها، وبالتالي الصافي الذي يتقاضاه 395 جنيها و60 قرشا و7 مليم. يوم وفاته في 28 سبتمبر أيلول عام 70 كانت ثروته كالآتي: رقم الحساب 9964226، وفيه 3718 جنيها مصريا في حسابه. الأسهم التي كان يمتلكها عبد الناصر: 100 سهم في شركة كيما، 5 أسهم في شركة مصر للألبان، سند واحد في بنك عقاري، 10 أسهم في بنك الاتحاد التجاري، 100 سهم في الشركة القومية للإسمنت، 30 سند تأمين، 100 جنيه قرض إنتاج، 600 جنيه شهادات استثمار، 18 جنيها أسهما في شركة النصر لصناعة أقلام الرصاص، شهادات استثمار بمبلغ 600 جنيه في شركة الحديد والصلب. وثيقة تأمين على الحياة قوات مسلحة بقيمة 1500 جنيه، وثيقة تأمين على الحياة الشرق للتأمين بقيمة 1000 جنيه، وثيقة تأمين على الحياة مصر للتأمين بقيمة 1000 جنيه، وثيقة تأمين على الحياة الأهلية للتأمين بقيمة 2500 جنيه، وثيقة تأمين على الحياة القاهرة للتأمين بقيمة 2500 جنيه. أما ممتلكاته الشخصية فقد قامت رئاسة الجمهورية بحصرها بعد الوفاة في سجلات رسمية، وكانت كما يلي: سيارة أوستن التي كان يمتلكها قبل الثورة، 8 أزواج أحذية، 3 ماكينات كاميرا للتصوير، آلة عرض سينما، 10 بدلات ومجموعة كرافتات. وتتضمن السجلات أن عبد الناصر استبدل من معاشه الشهري مبلغ 35 جنيها بما يعادل 3500 جنيه لتجهيز زيجات ابنتيه، وكان في جيبه يوم رحيله في 28 من سبتمبر أيلول عام 70 مبلغ قدره 84 جنيها. عبد الناصر ترك أسرته من دون أن تملك مسكنا خاصا بها، مع العلم أن زوجته لا تتقاضى أي راتب غير دخل زوجها. عبد الناصر الذي حكم مصر 18 عاما قاد ثورة ولم يمتلك ثروة.